احنا بنتكلم في فكره الورك لايف بالانس، وكنا بنتكلم المره اللي فاتت عن مايندفولنس اللي هي بيسكلي التواجد في اللحظه اللي انا فيها دلوقتي، عشان ما اسيبش مساحه لمخي انه يبقى انكشس او يشيل هم اللي هيحصل بعد كده اللي هو مش في ايدي خالص. هتكلم على 2 exercises المره دي، وهتكلم على exercise ثالث المره اللي جايه. 2 exercises اللي بيساعدوني قوي على المايندفولنس. اول واحد فيهم البريذنج، الديب بريذنج. انا بتنفس كده ولا كده وانا مش واخد بالي، فهتنفس نفس عميق مقصود، احنا بنسميه deliberate breathing من مناخيري، ان انا هاخد نفس عميق واعد 4 ثواني وانا باخده، وانا هطلع النفس ده من بوقي لمده 4 ثواني برضو كاني بنفخ شمعه. هعمل ده 10 مرات ورا بعض. يفضل انه ده يحصل وانا في حته هاديه، وانا رجلي على الارض، وانا حاطط ايدي على رجلي، وانا قاعد على كرسي، وانا قاعد على السرير، وانا قاعد على الارض، مش مهم خالص. بس مهم ان انا ابقى في بوزيشن انا متلامس مع اللي حواليا. الاكسرسايز التاني هو المايندفول ووكينج. مايندفول ووكينج يعني همشي وانا مدرك اللي حواليا، انا مدرك الاصوات، انه في عربيات بتزمر، انا مدرك الحاجات اللي انا شايفها، انه في مثلا شجر، ده لو انا بمشي بره. ممكن امشي جوه البيت فانا بلف حوالين ترابيزه، فانا مدرك مثلا لون الرخام، بأدرك دلوقتي حالا، انا عارفه لون رخام بيتي بس هأدرك دلوقتي حالا، او لون السجاده، او الاصوات برضو اللي بتحصل جوه البيت، صوت حد بيتكلم. الحاجات دي بترجعنا للحظة اللي احنا فيها دلوقتي، فبتهدي قوي القلق بتاع اللي هيحصل في المستقبل.